تساءلت يوما كيف سيبدو المغرب في سنة 1200؟ ماذا سيحصل لمدننا ولغتنا وتقاليدنا وحتى لمناخنا؟ طلبنا من الذكاء الاصطناعي أن يتخيل مستقبل المغرب، وما أظهره لنا كان مدهشاً بكل معنى الكلمة. هذا ليس خيالاً علمياً، بل توقع مستند إلى بيانات واتجاهات حقيقية. استعد لرحلة عبر الزمن إلى المغرب في المستقبل البعيد. الجزء الأول: المدن المستقبلية في سنة 1200. تصبح الدار البيضاء مدينة عالمية عملاقة، مزارع عمودية تصعد بين ناطحات السحاب، وسائل نقل سريعة تسير في السماء بدون زحام. المباني تتكيف مع الشمس والحرارة بشكل ذكي. أما مراكش فتصبح مقصداً سياحياً بيئياً تجمع بين روح المدينة القديمة وفنادق مستقبلية مدفونة في الرمال. فاس ومكناس تصبحان مراكز للتفكير الفلسفي وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. والدخلة تتحول إلى مدينة عائمة تتكيف مع ارتفاع منسوب البحار. الجزء الثاني: الطاقة والمناخ في سنة 1200. يكون المغرب مصدراً للطاقة النظيفة 100%. مجمع نور الشمسي في ورزازات يصبح أكبر مصدر لتصدير الطاقة في أفريقيا. مراوح الرياح في طرفاية وطنجة ترسل الكهرباء النظيفة إلى أوروبا. ولكن المناخ يتغير. الصحراء تتمدد شمالاً والحرارة ترتفع. ويستعمل المغرب الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجفاف ورصد العواصف الرملية وتوجيه الطائرات الزراعية. الجزء الثالث: التعليم والتكنولوجيا في المستقبل. كل تلميذ مغربي لديه مساعد ذكي خاص يتعلم في عوالم افتراضية ويزور مدناً تاريخية أو محطات في الفضاء. الدراسة تكون بالعربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية مع ترجمة فورية. برمجة الحاسوب تدرس كلغة ثانية. وجامعات الرباط وأكادير تطلق رواد الفضاء المغاربة. الجزء الرابع: الصحة والرفاهية. المستشفيات في سنة 1200 تدار بأنظمة ذكية، روبوتات مجهرية تعالج الأمراض من داخل الجسم، طائرات طبية تساعد الناس في الجبال. الطب التقليدي لا يختفي بل يتطور. زيت الأرجان والزعفران والأعشاب الصحراوية يستخدمون في العلاج الحديث. الجزء الخامس: الهوية والثقافة. رغم كل هذه التقنيات فإن الروح المغربية تظل قوية. الذكاء الاصطناعي يساعد في حفظ الدارجة واللغات الأمازيغية. المواقع التاريخية كموقع وليليس وشالة تتم إعادتها بتقنيات ثلاثية الأبعاد. الفن يتطور. أندلسي مع عصور رقمية. أطفال يلبسون جلابيب ذكية ويشربون أتاي من كؤوس تغير لونها. الجزء السادس: المغرب والعالم. والمغرب يصبح جسراً بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي. يقود مبادرات بيئية ويصدر تكنولوجيا متطورة. ويستضيف في مراكش قمة السلام العالمية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. كيف سيكون المغرب في سنة 1200؟ لا أحد يعرف بالتأكيد، ولكن الشيء الأكيد هو أن لدينا جذوراً عميقة وطموحاً لا ينتهي. المستقبل سيتغير، ولكن الروح المغربية ستبقى. وهذا المستقبل يبدأ من الآن. إن أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك. قربوا أصدقائكم من المستقبل. أي جزء من المستقبل أدهشكم أكثر؟ اكتبوا لنا في التعليقات. وإلى اللقاء. واصلوا فضولكم وألهموا غيركم.